هيفضل الظلم لهادي شوبان لحد امتى؟ يعني ما اكتفوش ان هم ظلموه في المستر اولمبيا، كمان عايزين يحطوا عليه ويظلموه تاني في الارنولد كلاسيك. انا شايف ان هم ادوا له مركز ثالث عشان يبعدوا دايما الشبهات من عليه، ويقول لك عشان الموضوع ما يخشش فيه سياسه. ازيكم شباب، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. معاكم اسلام حسنين. طبعا زي ما انتم شفتوا نتائج الارنولد كلاسيك طلعت. طبعا فضيحه، اعذروني الواحد هيبقى جدد الفيديو ده شويه. تعالوا بقى نروح نشوف العرض بتاع كل واحد. نبدا بهادي. يلا يا هادي، داخل اهو. عليه فاكيوم يا جدعان، مش عنده واحد كلاسيك. بصوا 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 الاكس فريم عامل ازاي. بصوا الفاكيوم يا جدعان، بصوا الرجل متقطعه ازاي. هذا سبريد طبعا لا يعلى عليه، مجرم. بصوا البطن، بصوا البطن من الجنب عامله ازاي. عمرها ما خيشت منه. هادي شوبان الوحيد اللي عمرها ما بتخيش منه في التنشيط. الجلوتس مش انشف حاجه كالعاده عند هادي طبعا. بصوا لاد سبريد ده عامل ازاي. بكتب الري برضه بتاعه مجرم. بصوا البطن بقى، بص هوبا منشار. بصوا عليه في الصدر يا جماعه. بصوا الشيست، بصوا البطن. نخش على العرض الشرفي بتاع اندرو. يلا ماشي يا عم. جميل. اندرو جاك متطور يا جماعه جدا على مستر اولمبيا اللي فاتت، بس بحس ليه مش عارف رجليه من قدام فاضيه، من عند الضمه بحسها فاضيه كده. ماشي. طويل قوي يا جدعان، طويل قوي، وبحس ان هو طوله ده عامل له مشكله. يعني تحفه بصراحه، اندرو جاك متطور جامد جدا بصراحه. موناليزا رسام. بس دايما بحس ان الهامسترنج والجلوتس بتاع اندرو جاك دايما بتبقى معبيه ميه، مش ناشفه. في حاجه في رجليه من ورا عامه، يبقى دايما مش ناشف. ما علينا، انا اخش على نيك ووكر. ماشي ماشي. الويست بتاعه يا جدعان بقى صغير قوي، ورجليه جاي احسن بكتير من مستر اولمبي، بكتير. مستر اولمبي كان طالع بفضيحه. جامد يا جدعان، جامد. نيك ووكر ما بيهزرش، بس برضه مش اجمد من اندرو جاكد وهادي شوبان خالص. نيك ووكر يا جدعان الخلفيات عنده والجلوتس بتبقى متخرطه. الضمه، بصوا الضمه عامله ازاي. ايه ده. خلفياته يا جدعان صعب قوي. امال لو ما كانش جالك قطع في الخلفيات كنت عملت في ابونا ايه. جيم اوفر. المركز الاول اندرو جاكت، المركز الثاني نيك ووكر، ودي المصيبه بالنسبه لي. والمركز الثالث هادي شوبان. انا نفسي افهم هادي شوبان خد ثالث ازاي. طب اندرو جاكت وهادي شوبان الاثنين قريبين من بعض شويه، مع ان هادي متفوق بكتير، بس نقول الاثنين قريبين من بعض. لكن نيك ووكر خد تاني ازاي؟ دي اللي معصباني. يعني انا شايف ان كان هادي خد تاني المفروض يعني، ونيك ووكر كان ياخد تالت مكان هادي. كوسه. تعالوا بقى نشوف هما التلاته جنب بعض. تعالوا بقى اتفرجوا معايا يا جدعان، تعالوا اتفرجوا على حلقه الدم. يا جدعان بدل يا عم، سويتش يلا. طويل قوي اندرو جاك، طويل قوي. بصوا يا جدعان الوضع. بصوا بقى يا جدعان اللاتس عند، بصوا الاكس فريم عند اندرو وهادي اقوى بكتير من نيك ووكر. نيك ووكر كينز تحسه ضيق كده، بصوا صغير ما وسطهم. بصوا لاتس بريد، بصوا فين لاتس بريد، فين الماجنس او اللاتس بتاعت نيك ووكر. هي منافسه صريحه كانت ما بين هادي واندرو جاك. نيك ووكر كان بعيد. السايد بصراحه عندهم جامدين هما الثلاثه، دي ما فيهاش كلام، الثلاثه جامدين مش بعض بقى. نيك ووكر في الرجل والجلوتس فاشخ اندرو جاكت وهادي شوبان، بس في الظهر انا شايف ان اندرو وهادي شوبان اقوى بكتير من الظهر. فاندرو من الرجلين، نيك ووكر من الرجلين جامد، بس الظهر تعبان. نفس الكلام هادي شوبان ميدا شملهم. بص التكنيس اللي جوه الظهر بتاعت هادي شوبان، بص التكنيس يا جدعان. اندرو جاكت برضو جميل، بس مش زي هادي خالص برضو.
طبعا وضع السايد ترايسبس دي بتاعت هادي دي معروفه، دي ما فيهاش. بص بطن نيك ووكر منفوخه ازاي، بصوا نفخه البطن، بص اندرو برضه بطنه منفوخه ازاي، بص بقى هادي شوبان عامل ازاي. الابز طبعا ما فيش عضلات بطن في الساحه لحد دلوقتي زي عضلات هادي شوبان في البطن. بص البطن متخرطه ازاي يا جدعان. هيسحب فاكيوم صح ولا انا غلطان؟ اسحب يلا فاكيوم. ما سحبش فاكيوم. موس ماسكلر مرعب عند اندرو وعند، بصوا عليه في استدرج يا جدعان عند هادي. بصوا البطن. اندرو جاك برضو جميل، بس في حاجه في اندرو مش حلوه في الموس ماسكلر، مش حلو. انا شايف بصراحه ان اندرو كان تاني، هادي شوبان اول، ونيك ووكر تالت. يعني هادي اول، اندرو جاك تاني، نيك ووكر تالت. بصوا يا جدعان حتى في الوضع ده. لا كينيز، بص نيك ووكر كينيز يا جدعان ضيق. لاز بريد. هادي يا جدعان بصوا شايفين التفاصيل في البطن بعيد يا جدعان. هادي بعيد، هادي بعيد 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 بعيد. خلفيات هادي هنا مش احسن حاجه في الرجل، بس السايد بتاعه من فوق جميل. لا نيك ووكر في السايد يكسبهم هما الاثنين. نرجع تاني للظهر. خلفيات رجل نيك ووكر اللي في النص مرعب، بس بص الظهر هادي افشخ منه بكتير. واندرو جاك ده برضه اللي على اليمين الزنج ده افشخ من نيك ووكر في الظهر بكتير برضه. فانا مش فاهم بقى بصراحه، وقف الفيديو حد كده. فانا بصراحه مش قادر استوعب. يعني هم ادوا هادي مركز ثالث عباره عن، انا اتخضيت. انا نزلت ستوري قلت على الانستجرام، قلت هادي شوبان اول، اندرو تاني، نيك ووكر تالت. ده لو الموضوع ما ندخلش فيه سياسه. قلت لو اتدخل فيه سياسه هقول لك يا عم هيبقى اندرو اول، هادي شوبان تاني. هقول لك يا عم معقوله يا عم، اندرو هادي شوبان تاني تمشي. عشان اندرو جاك بصراحه كان جاي تحفه، اي نعم خلفيات رجليه وجلوتس كانوا مش باينين خالص، بس يا عم نمشيها. لكن نيك ووكر تاني ازاي يا جدعان؟ بعيد قوي نيك ووكر عنهم، بعيد قوي في كل الوضعيات، في كل الوضعيات بعيد، بعيد خالص عنهم. اي نعم جاي متطور، بس في وضع السايد ترايسبس بطنه منفوخه، في وضع الفرونت دبل باي اللاتس بتاعته مش زي هادي. هادي اللاتس بتاعته طيارات يا جدعان. وضع اللاتس ده مفيش فرق ما بينه وبين هادي. هادي يفشخه. الظهر خلفيات نيك ووكر بصراحه جامده في الرجلين والضمه والجلوس اجمل من هادي. بس بصوا ظهر هادي عامل ازاي يا جماعه، سيكنس مخيف، ذئب يا جدعان. بصوا برضو الوضع الترايسبس هو بينه وبين نيك ووكر بعيد بعيد يا جدعان بعيد. هادي شوبان بعيد عنهم خالص. هقول لك يا عم لو ما يستحقش مركز اول ادوا له تاني، زي ما انتوا ما بتعملوا بتعرضوا لديريك لانسفورد في مستر اولمبيا وبتدوا له اول وبتدي لهادي شوبان تاني. يا عم ادوا له تاني، لكن تالت. وايه وجهه نظري كاسلام؟ انا شايف ان هم ادوا له تالت عشان يبعدوا الشبهات خالص. يقول لك احنا لو ادينا له تاني اقول لك هم ظلموا هادي زي ما بنظلمه دايما في مستر اولمبيا، وهي في ناس كتيره بقى هيحصل هجوم وفي انتقادات. قال لك لا يا عم احنا نديله تالت ونريح دماغنا، نريح دماغنا خالص، عشان تاني دي بتبقى قريبه قوي من الاول فيقول لك ده اتظلموا. لكن التالت ده بعيد. هم بقى عايزين يخلوه يعتزل. وخد بالك برضو ليه الموضوع اتدخل فيه سياسه، لان ايران بتضرب في اسرائيل وبتضرب في امريكا يا باشا بقى صواريخ وبتاع وبوف بوف بوف بوف. فازاي هيكسبوا هادي؟ خصوصا كمان ان ارنولد شوارزنيجر، ارنولد صاحب البطوله كان اساسا في الحزب السياسي الامريكي. يعني هو اصلا راجل سياسي. الراجل ده كان مرشح نفسه في مجلس الشعب في امريكا، وتقريبا كسبها وكسب الانتخابات بقى في مجلس الشعب الامريكي. فهو اصلا راجل سياسي. هيكسب واحد ايراني ازاي وهو امريكي؟ يعني يقنعني. يعني هيبقى غباء وسذاجه لو ارنولد كسب هادي. ده اصلا كان في يعني طرطيش كلام قبل بطوله الارنولد ان هم مش عايزين يدخلوا هادي شوبان ينافس اساسا. كانوا عايزين يشيلوا اسمه من الليسته بتاعت المشاركين والمنافسين، ما كانوش عايزين يدوا له الفيزا كمان لامريكا. بس ده فيديو النهارده. ما تنساش عروض التدريب الاونلاين، عامل عرض ب 50% بنسبه رمضان. وبرده اكتب لي الترتيب اللي انت كنت متوقعه تحت في الكومنتات وانا هرد عليكم. كان معاكم سامح حسين، اشوفكم في الفيديو الجاي.